بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكملين في شرح سورة البقرة. الوجه الجديد بيبدأ بالآية 270 وما أنفقتم من نفقة. احنا لسه مكملين في آيات النفقة والصدقة وإن انت تطلع في سبيل الله. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. يعني إيه؟ يعني لو انت طلعت صدقة فربنا عارف الصدقة اللي انت طلعتها دي. لو انت انفقت ايا كان الانفاق بقى، الانفاق ده ذكرنا قبل كده ان هو انواعه كتير قوي. ان انت تنفق بوقتك، ان انت تنفق من علمك، ان انت تنفق بتبسمك في وجه اخيك، ان انت تنفق من مالك، من طعامك، من شرابك، كل ده انفاق. الانفاق كتير قوي. فربنا سبحانه الله وتعالى فربنا هنا يقول لنا وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر. النذر ان انت تنذر حاجه لله، يعني تقول يا رب لو انا عديت مثلا في من المرض ده او من الشده دي هصوم شهر. يا رب لو انت مثلا نجيتني النهارده في المقابله هقيم الليل. ان انت بتنذر حاجه لله، بتنذر، بتوعد ربنا بعمل صالح هتعمله او بطاعه هتعملها. يبقى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. طب لما نيجي بقى نطلع الصدقات نطلعها في العلن ولا نخفيها؟ على حسب حالة اللي قدامك. ربنا سبحانه الله وتعالى هيبين لنا هنا ان الاتنين صح على حسب الموقف نفسه. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني لو انت عايز تطلع الصدقة او تظهرها لان دي انفع للشخص اللي قدامك دلوقتي. يمكن انا دلوقتي لما هتصدق على البنوتة دي دلوقتي كل البنات هيلاحظوا، فكمان هم كمان هيساعدوا ويلموا من بعضهم، فكده نفعتها، ده خير ليها دلوقتي. ان تبدوا الصدقات فنعما هي، حاجه كويسه جدا. طب انا عايزه اخفيها عشان هي مثلا هتتحرج او هي هتكسر نفسها، او هو ده الافضل ليها دلوقتي ان محدش يعرف حاجه، ان هي تاخدها في السر، يبقى اعمل كده. يبقى ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء، ايه بقى هيبقى ده؟ ايه؟ فهو خير لكم. فهو خير لكم. بس كده؟ لا، ويكفر عنكم سيئاتكم. كمان ربنا هيمحي بالصدقة اللي أنا طلعتها دي الخطايا أو الذنوب أو السيئات اللي أنا عملتها. ويكفر عنكم سيئاتكم. ويكفر عنكم إيه؟ سيئاتكم. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. خبير بقى. انت بتطلع صدقة ليه؟ بتقصد ايه بيها؟ اظهرتها هنا ليه؟ لا. اخفيتها هنا ليه؟ بتطلع رئاء؟ لا. بتطلع عايز تمن؟ لا. بتطلع في هدف في دماغك؟ سبحان الله. والله بما تعملون خبير. ربنا عالم باللي احنا بنعمله اصلا. كده بنيجي نتكلم عن هل الصدقة دي ينفع أطلعها لمشرك أو حد على عكس عقيدتي. إن الآية دي نزلت في جماعة يعني هيديلهم الصدقة وهم كانوا مشركين، وبسبب إن هم مشركين أو مش على دين الإسلام، فالشخص اللي كان هيطلع النفقة دي اللي حصل له قال لا خلاص مش هطلعها. فربنا هنا يجي يقول له لا، طلع الصدقة. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. مش انت اللي هتهديهم، مش الصدقة اللي هتهديهم، مش العمل الطاعة الانفاق او المساعدة دي اللي هتهديهم. وما تنفقوا من خير. انت اصلا لما بتعمل الخير ده مش عشان الشخص ده، انت بتعمله اصلا عشانك، عشان انت اللي محتاج الصدقة دي، عشان الصدقة دي اللي هتنجيك يوم القيامة. الصدقة بيقول لك التمر هتبقى زي جبل احد، ان الشخص هيمشي يوم القيامة في ظل صدقته. يبقى الشمس كده بتدنو من الرؤوس، الشمس قريبة بينك وبين الشمس شبر، والناس بتموت في عرقها وانت واقف في ظل صداقتك. فانت اصلا بتنفق عشان انت عايز الخير يترد لك اضعاف مضاعفه. انت بتنفق عشان ربنا يسترها عليك ويبارك في رزقك. يبقى انت بتنفق اصلا ليك مش عشان الشخص اللي قدامك. وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. خلي بالك، وربنا هنا تاني بيظهر النيه تكون خالصه لوجه الله، مش بنبتغي بها اي حاجه تانية. الحاجه طالعه لربنا. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم. اي حاجه هتطلعها هترجع لك باشكال كتيره. طلعت فلوس هترجع لك فلوس اضعاف. طيب ممكن ما ترجعليش فلوس، ممكن ترجع لي ستر، ممكن ترجع لي رضا، ممكن ترجع لي بركه، ممكن ترجع لي نعم ربنا هيفتح عليا بيها، وممكن ترجع لي في الجنه حسنات بقى وجبال من الحسنات يوم القيامه. وما تنفقوا من خير يوفى اليكم. طالما ربنا قال لك ان اللي انت هتطلعه هيرجع لك، يبقى انت لازم تتاكد 100%، مش 100%، 1,000,000% ان هو راجع. بس راجع ازاي؟ باشكال مختلفه. وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. وبعد كده ربنا يبدأ يبين لنا فئة لازم ان احنا نخلي بالنا منهم عشان نتصدق عليهم او نراعيهم في الصدقة. فربنا بسم الله الرحمن الرحيم يقول للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. بنبدأ يبين لنا هنا فئة مهمة جدا من الفقراء لازم نخلي بالنا منهم واحنا بنطلع الصدقة أو الإنفاق. مين الناس دي؟ الناس اللي عندها ظرف او عندها حاجه منعتهم ان هم يطلعوا يجاهدوا في سبيل الله. ومش بس كده، لا كمان مش قادرين يعملوا، مش قادرين يكسبوا فلوسهم بعرق جبينهم، في حاجه حصلت لهم مش عارفين يشتغلوا، لا يستطيعون ضربا في الارض. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، من كتر ما هم عندهم عفة ومن كتر ما هم ما بيطلبوش، وعلى الرغم ان هم في ضيق وعلى الرغم ان هم في شدة وعلى الرغم ان هم معهمش، إلا ان هم بيمشوا نفسهم بأقل حاجة، بيمشوا نفسهم بأقل حاجة. ما عندهمش حتة ان هو يشتكي، ما عندوش حتة ان هو يقول ده ما فيش معيش، ان هو يطلع يشحت اصلا، ان هو يقعد يشكي حاله للناس. لا، عندهم ناس يعني عندهم تعفف عالي، ناس بنقول عليهم عفيفة. تعرفهم بسيماهم، صفاتهم لا يسألون الناس إلحافا، يعني ما يقعدش يطلب منك، ما يقعدش يعني ايه يقعد يشكي لك حاله كل ما يشوفك عشان تراضيه بحاجة، عشان تديله حاجة. لا يسألون الناس إلحافا، ما يقعدش يكرر كل شوية يجي لك يطلب منك حاجة حتى لو هو مش محتاج. لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أي إنفاق هتطلعه ربنا بيأكد لنا تاني فإن الله به عليم، ربنا عالم بأي إنفاق هتطلعه أيا كان نوع الإنفاق وأيا كان الحاجة اللي هتطلعها لله، فإن الله به عليم. اتكلمنا عن فئة ربنا بيركز لنا، بيقول لنا ركزوا عليهم، الفئة دي لازم ان انت تتفقد احوالهم، الفئة دي لازم ان انت تسأل عليهم، لان هم مش هيسلبوا من الناس، هم عندهم عفة نفس. امتى بقى نطلع الصدقة؟ امتى بقى ان انا اطلع الصدقة؟ فربنا هنا يقول لنا الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. يبقى انا لما اجي اطلع النفقة اطلعها امتى؟ قال لك بالليل وبالنهار. طيب سرا وعلانيه، يعني لما اطلع حاجه لله بالنهار ما اجيش بالليل لما يجي لي واحد محتاج اقول ايه ده، لا انا خلاص انا طلعت، خلاص انا مش هطلع تاني، ايه ده انا طلعت، وكانك بتمن على ربنا وكانك كده خلاص عملت اللي عليك. طالما الشخص ده محتاج فعلا وانت معاك وربنا فاتح عليك يبقى طلع بالليل وبالنهار. طيب امتى؟ بالسر بالعلانيه. طبعا احنا وضحنا ان لو هو الخير للشخص اللي انت بتديله النفقه ده ان انت تديها له في السر وده احسن ليه، طلعها في السر. طب الاحسن ليه ان انت تظهر عشان الناس كمان تتفقد احواله وكمان يساعدوه، يبقى علاني على حسب الحاله نفسها، هتساعده ولا لا، سرا وعلانيه. فلهم اجرهم عند ربهم. الناس دي بقى ايه بقى اجرهم ايه عند ربنا؟ فلهم اجرهم عند ربهم. ربنا ما ذكرش هنا الاجر. لما اقول لك رئيس الجمهوريه يا سيدي هو اللي هيكافئك، تخيل انت هتقول لي ايه؟ رئيس الجمهوريه، فتحس ان هو هيديك مكافاه كبيره قوي. لما انا اقول لك بقى ان ربنا الملك القدوس العزيز السلام المهيمن، ربنا سبحان الله اللي عنده خزائنه واسعه ومليانه، اقول لك هو بقى اللي هيكافئك. فلهم اجرهم عند ربهم. تخيل انت الاجر عامل ازاي بقى. ولا خوف عليهم، ما يخافوش ابدا، ربنا دايما هيبقى معاهم وهيكونوا في معيه ربنا. يبقى يقول لك ربنا هو اللي هيتولى ولايتهم وهيكون معاهم في كل حاجه. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى ده كان اجر الناس اللي بتنفق في بالليل والنهار سرا وعلانيه. ويقال ان الايه دي نزلت في سيدنا علي رغم ان هو كانت حالته عفيفه وكان معهوش، ولكن كان بيحب الصدقه جدا وكان بيطلع، وده كان حاله بالليل والنهار سرا وعلانية. فاحنا كده خلصنا الوجه اللي عليه الدور. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وما تنساش أن أنت تخصص مبلغ صغير كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر على حسب اللي هيكون مناسب ليك، وأن أنت تتصدق بيه. مش شرط يكون الإنفاق زي ما احنا قلنا، الإنفاق أبوابه كتيرة جدا، مش شرط يكون مال، وكمان مش بالكتره، يعني مش شرط ان انا اطلع لله حاجه كبيره قوي، لا على قد ما قدرتك. حتى لو هتطلع جنيه واحد بس هو هيبقى في سبيل الله وهتبقى بتبتغي بيه فعلا مرضات ربنا. وبس كده، نشوفكم على خير الفيديو الجاي.